my son was about 22 months. I was pregnant with my second daughter, and we were wondering why Rafael didn't have speech yet. And we would follow up with a pediatrician, and were told that maybe it was because قصتي بدأت مع ابني منذ 22 شهرا. كنت حاملا في ابنتي الثانية، وكنا نتعجب لماذا رافائيل لم يتحدث بعد، وبدأنا متابعة سلوكه الذي يميل إلى العصبية، ونقول لأنفسنا ربما لأنه صبي والصبية يتأخرون في الكلام عن البنات، أو ربما أن الحمل أثر فيه وجعله يشعر بالغيرة من الطفل القادم. ولكنني وزوجي شعرنا بأن شيئا آخر يجري غير هذه الاحتمالات، وذهبنا إلى متخصصين في التخاطب، وكانت الآراء أنه ربما يتكلم لاحقا. بعد ذلك بدأنا نحاول البحث عن إجابات لأسئلة كثيرة. لماذا لم يتحدث؟ لماذا لم يتواصل بالعين؟ لماذا يلعب منعزلا؟ يلعب على الأرض؟ ربما يكون هناك أطفال حوله، ولكنه يجلس وحده يلعب بالرمل. عديد من الأسئلة تحتاج الإجابة. وصلنا التساؤل عن الأسباب. ذهبنا إلى طبيب نفسي وشخص لنا الحالة، وجاءنا ما كنا نبحث عنه، هو أن ابني يعاني التوحد. في هذا الوقت كنا ننتقل من الولايات المتحدة إلى دبي، وبدأنا شحن أغراض منزلنا. I was forced to move, and not knowing where I would go for treatment with my son. And our life began in Dubai. كنت مجبرة على الانتقال. حياتي أصبحت في دبي، وكنت محظوظة أن أجد متخصص تخاطب هنا. بدأنا مع ابني في عمر 2 وشهر تنفيذ مع متخصصين بعد برامج APA، برنامج العلاج السلوكي الأمريكي. وسمعنا أن هذه البرامج ساعدت بعض الأطفال على التحسن، وفقط أتمنى، بل يجب أن نؤمن أن هذه البرامج هي الشيء الوحيد الذي يساعد أطفال التوحد. لذلك فعلا بدأنا برامج APA. بعد انتقالها إلى دبي بدأت كارولين رحلة من نوع آخر مع ابنها المصاب بالتوحد، وتأمل كارولين في أن ترى ابنها في يوم من الأيام ينعم بحياة أفضل. And so we started with ABA, and I had people help us here in Dubai, but unfortunately it seemed like the programs weren't the right fit for my child. My child has autism and also has a speech delay, which is called dyspraxia, so we need a little bit more support. And so my husband and I, when we'd return to the United States in the summers, we found the support from the Center for Autism-Related Disorders. بدأنا مع برامج الرابطة الأمريكية لعلم النفس APA مع أشخاص متخصصين في دبي، ولكن لسوء الحظ فإن البرامج المستخدمة لم تكن تناسب ابني بالشكل المطلوب. فبالإضافة إلى التوحد كان ابني مصابا بديسبركسيا، وهو يؤدي إلى مشاكل في عضلات النطق، ولذلك كنا نحتاج إلى مزيد من الدعم. وعندما كنا أنا وزوجي في الولايات المتحدة خلال إجازة الصيف وجدنا دعما من مركز اضطراب التوحد في كاليفورنيا، وكان له فرع في تكساس حيث كنا نقضي الصيف. وبدأنا تقديم الدعم لابني، وقام بمراجعة البرامج التي تطبق على رافائيل، وقام بتعديل بعضها. ولاحظنا رافائيل يتحسن في كثير من الأشياء. وعندما عدنا إلى دبي لم نجد المراكز المتاحة تقدم البرامج نفسها. من هنا بدأت مهمة تهدف إلى محاولة الحصول على دعم المركز الأمريكي من أجل إنشاء مركز بدبي مشابه للمركز الأمريكي. وقدم مدير المركز الأمريكي الدعم لي وللدكتورة هبة من أجل تقديم الخدمات والبرامج نفسها التي تنفذ في أمريكا إلى أطفال التوحد في الشرق الأوسط. بدأنا أنا والدكتورة هبة تنفيذ المشروع، وعندما بدأنا العمل لاحظنا تقدما وتحسنا في حالة الأطفال الملتحقين بالمركز بدرجة مبهرة. إنه رائع حقا أن ترى البرامج الصحيحة والجلسات الصحيحة تساعد على تحسن أطفال التوحد. So it's just wonderful to see that with the right support, the right programming, and with the right training, our therapists can really help make a difference for children here in Dubai. I don't know what will happen in my son's case. A lot of people talk about recovery. All I know is that autism is treatable. We have hopes that maybe one day he can recover,
لا أعرف ماذا سيحدث في حالة ابني. بعض الناس يتحدثون عن احتمال الشفاء. لا أعرف إذا كان التوحد يمكن علاجه، ولكن بغض النظر سنبذل قصارى جهدنا. هذا كل ما يجب أن نفعله كآباء، وأنا سعيدة الآن لأن لدينا الدعم الصحيح ونسعد بإسعاد عائلات كثيرة وأطفال كثر. طبعا إنه حمل زائد ومسؤولية كبيرة، ولكن نتيجته كثير من الأطفال السعداء. It's so fulfilling to help so many children.